الواحد منا تأتي بعض اللقاءات كأنه كان حلما وتحقق وأصبح حقيقة لا خيال. كنت أشاهده كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها الحديثة التي نسميها بالنيو ميديا، تحديدا في بودكاست كان يظهر فيه هذا الشاعر الكبير بهذا السمت الكبير بهذه الكاريزما الشعرية، حينما ينظر هذه الكلمات وينطقها وكأنه يطعمنا إياها من خلال ذائقة مختلفة، من خلال حضور استثنائي. الشاعر الدكتور وليد الصراف الذي ما كنت أتخيل أني ألتقيه بهذه السرعة، وكنت أحسب أنني أحبه من طرف واحد، ولكن التخيل يكون الحب من طرفين. أهلا بك وأهلا بك في صديق. وأنا أشكر هذه المؤسسة التي تعيد الثقافة إلى وضعها الصحيح، وأشكرك. أنا أيضا كنت أراك في التلفزيون، كنت أرى هذا الإعلامي الآن، ولكن أراه من طرف واحد وأصبح من طرفين. من طرفين. دكتور وليد، تسير في مسارين وكأنك تسير في عمرين متوازيين، عمر في الطب وعمر في الأدب والشعر. كيف يعني حافظت على هذا المسار أو على هذين المسارين في حياتك، وكأننا يعني تحقق أو كأنك حققت ما كان يقوله إبراهيم ناجي قديما، وليس قديما يعني قديما، إنما يعني في أربعينيات القرن الماضي كان يقول خلقت بقلبين، قلب الطبيب يمتلك وقلب الشاعر يعبر. فكيف كان الأمر بالنسبة لك؟ والله هي من أصعب الأشياء، يعني نجمع بين أمرين كل منهما يريدك كاملا، يريد أن يأخذ نفسك كاملة. يعني الطب والشعر لا يجتمعان في جسد واحد، كل منهما هو نوع من الفطرة، ولكن كي تصل إلى الفطرة لابد أن تسير في مساحات شاسعة من العلوم، يعني وأن تزيح الزوائد. هي الفطرة هي أخطر شيء في الإنسان، أخطر شيء يمتلكه الإنسان هو هذه الفطرة. فأنت تقرأ في كل العلوم وتقرأ في كل الآداب لا لكي تحجب هذه الفطرة، لكي تصل إلى هذه الفطرة، إلى حقيقة الإنسان. نعم. إذا أن تنطلق هذه الفطرة على سجيتها. فيعني مثلا أنا بدأت الشعر منذ الابتدائية، كنت عندما أسمع شعرا أميز هذا من البحر البسيط، هذا من البحر الطويل، دون أن أعرف البحور وأعرف. في السادس الابتدائي قرأت العروض عدت إليه مرة أخرى وغادرتها تماما. ليه؟ لم أعد أحتاجها. يعني أنا أميز الموزون من النشاز دون أن أقرأ العروض التي هي معادلات رياضية قد لا تعنيني كثيرا. الملكة تتحدث بمجرد أن أسمع يعني بجزء من الثانية أكتشف النشاز دون أن أقرأ القانون الذي كنت سبقا قرأته وأنا طالب في أواخر المرحلة الابتدائية. يعني الطب مسألة أخرى، الطب يحتاج إلى مجهود كبير جدا. تعرف أنت الإنسان هو أعضاء، عليك أن تعرفها، تعرف تشريحها، وهذه الأعضاء تعمل بآليات عليك أن تعرفها، هذا ما نسميه بعلم الفسلجة. وهذه الآليات لها أعداء تعطلها، عليك أن تفهمها، بدءا من الفيروس الذي لا يرى بالعين انتهاء بالسيارة التي تصدم الإنسان والشظية التي تخترقه. ثم بعد ذلك يعني احنا دخلنا كلية الطب ونحن لا نعرف أبجدية الإنسان، وخرجنا منها ونحن نماشي الشرايين والأوردة ونصل إلى القلاع الحصينة داخل الخلية ونكتشف الأسرار التي لم نكن نستطيع أن نكتشفها دون أن ندرس الطب. كل هذا لنصل إلى الفطرة، فطرة أن تنطلق هذه التي نسميها الفطرة على سجيتها.
فطرة الله التي فطر الناس عليها. البعض يتصور أن الفطرة هي أن تحجب هذه النفس التي يعني على سجيتها تنظر. بالعكس، العلم هو أن تزيل الزوائد عن هذه الفطرة، لا أن تحجب الفطرة. فأنا يعني تعبت كثيرا حتى تعرف العلم هو يعني مو بس المطلوب، علما في البداية أن تنتقي المعلومات وأن تجمع المعلومات إلى بعضها، ثم أن تقفل عليها خزانة الذاكرة، وفي خزانة الذاكرة تمتزج هذه المعلومات، تمتزج حتى تصل إلى تكون العقل العلمي الذي يحلل ويعلل ويقارن ويستنبط ويصل إلى الحل في النهاية. فهذه لكي تصل لها لابد أن تخوض في علوم كثيرة. يعني من مقصود العقل اللاواعي إلى إدراك العقل الواعي. يعني هذه العلاقة لكي يتفهمها الله، لأنك ما بين عقل واعي وعقل لاواعي في اللاوعي، وأجمل الأشياء التي تأتي من اللاوعي. أدخل إلى باب الأدب والإبداع، لأن الإبداع يأتي من اللاوعي. صحيح. هذا فرويد هو من ذكرنا في اللاوعي. ويعني لو لم يكن له من فضل واحد سوى أنه أشار إلى اللاوعي لكفى. The dreams is a road to unconscious. unconscious. في هذه النقطة تحديدا أذهب إلى كيف التقى الإبداع، الأدب، الشعر بالمناحي العلمية. وهل أضاف الطب لكونك شاعر؟ هل أضاف الطبيب الذي تخصص في الأنف والأذن كأنه يريد أن يسمع الشعر وأن يجتمع رائحة الفصيل وأن ينطق من فمه بهذه القصائد؟ والله هي نار الشعر كي تشتعل تحتاج إلى الحطب، أن يقدم الحطب للشاعر لنار الشعر كي تشتعل. ولكن هذا الحطب الذي يأتي مثلا من ابتسام المريض أنه تخلص من مرضه، أو من تقطيب مريض أنه لم يتخلص من مرضه، من دواء جديد، من خبر علمي جديد، يعني كل هذه تمتزج لكي تتحول إلى حطب. هذا الحطب هو جندي مجهول في نار الشعر. يدخل هذه النار ويفقد ملامحه، لن تعود تميز له أي ملمح، ولكن يمنح الشعر جدوته وتوقده ويصل به إلى النهاية التي يريدها. ثم يتولى الشاعر إلى الظل ويبدأ الطبيب. فهذا تغير الأدوار في الإنسان أحيانا هو الذي يطرد الملل. نعم، رغم أن الطب هو مهنة متعبة جدا وهو مهنة تعيسة جدا. يعني أنا أتمنى الآن في هذه اللحظة لو أحد يفرغ رأسي من كل هذه العلوم التي تعلمتها عن الطب. يعني أنا مرات أشوف أرى امرأة أمية ترضع طفلها. هذه المرأة الأمية التي ترضع طفلها سعيدة جدا. هي لا تعرف كيف يتكون الحليب، لا تعرف الغدة التي تفرز الحليب، لا تعرف القنوات التي يسير فيها الحليب وصولا إلى حلمتها وإلى فم طفلها. لا تعرف أن ثديها هذا الذي هو مصدر سعادتها ممكن أن يتحول في لحظة واحدة إلى مصدر تعاستها، ممكن أن يقضي عليها إذا لا قدر الله أصابه مرض خطير، ولو الحمد لله لأن أمراض الثدي تعالج. فكم هو رائع أن لا يعرف الإنسان هذه الحقائق التي تعطل آليات الصحة. كم هو رائع أن يعود إلى مرحلة ما قبل الحروف الأبجدية لكي تكون الحياة أيضا نعود إلى الفطرة على هذه الفطرة. بمجرد أن يعرف هذه القوانين الطبيب يصبح كل شيء محسوبا بالمليغرام. هذه الجرعة محسوبة كذا مليغرام، إذا تجاوزت قضت على الإنسان. العمر محسوب بالأيام والسنين. ولكن أنا في الشعر أخرج من هذه الزلزال
أحلق بين الأزمنة والأمكنة، أذهب إلى العصر العباسي، أذهب إلى طالع بن امرئ القيس، أذهب إلى عصور لم تأتي بعد، لم تحن بعد. فيما أنا في الطب محدد مكتوب في الأيدي، لا أستطيع أن أتصرف خارج هذا المجال الصغير الذي تحيط به من خلاله هذه العمر في الطب محدد من الرقم، دواء محدد بجرعة، عمر محدد بسنين يعني. ولكن عمر أو السن الذي وصل إليها هو الوليد في هذه اللحظة عمره 5 دواوين. نعم. ورواية انتفاضة ذكية، فمجموعة عمر يقاس بما كتبناه. نعم، وما زالت العمر بقية. نعم إن شاء الله. لماذا اخترت القصيدة العمودية وحافظت عليها رغم من أن البعض يقول أن الشعر العمودي فقط لا يقوى وإن الوزن والقافية علم هذا القصيدة؟ نعم. والله أول البحور، يعني البحور 16. هل سمعت ببحر جف؟ البحور لا تجف، الذي يجف هو الجدول، هو النهر الصغير. فالبحور 16 هذه التي أبحرت فيها السفن منذ 14 قرنا، والتي نقلت إلينا العواطف من العصر الجاهلي والأموي والعباسي، وستنقل مشاعرنا وأفكارنا إلى العصور القديمة. هي سفن تجري ليل نهار سواحلها القلوب. هل تتوقع أنها تجف؟ الذين يشيعون هذا الكلام هم الذين لا يتقنون هذه الأمور، أو الذين يتقنونها ولكنهم لا يحسنون أن ينظموا قصيدة تهز المقابل، فهم يشيعون هذا الكلام. بالمناسبة يعني أنا مثلا لست ضد الشعر الحر، أنا أكتب الشعر الحر ولست ضد قصيدة النثر، حتى قصيدة النثر أنا لست ضدها. أنا أعتبر البحر يعني السياف ضرب عصاه فانفجر البحر 17 اللي هو بحر التفعيلة، أن تأخذ التفعيلة وتخرجها من هذا الميزان الصارم، وزن ويعني صدر وعجز ككفة الميزان. لك الحمد لك الحمد ما استبد الألم، لك الحمد إن رزايا عطاء وإن المصيبات تذكر بالسيئة بشكل سيء. فأن تأخذ التفعيلة وتمدها كما شئت، وهذه حرية صعبة جدا، هذه أصعب من الشعر العمودي. كيف ستتصرف بهذا الحيز من الحرية في الإيقاع؟ كيف ستجعل منه قصيدة توازي قصائد المتنبي؟ هذا من أصعب ما يمكن. فأنا أؤمن بالبحور 16 وأؤمن بالتفعيلة التي يحلو لي أن أسميها البحر 17، وأؤمن حتى بقصيدة النثر. ولكن أين هي قصيدة النثر؟ هي فقط مجرد ادعاءات. اكتبوا مثل الموضوع. هل أسيء فهمها؟ هل ما أصدره الموضوع يعني والقول عن دون قصد؟ لا فلنكتب مثل الموضوع. اكتب مثل الموضوع وأنا أضعك على رأسي وأفضلك على الشعراء العموديين أيضا، ولكن الآن هي مجرد ادعاءات. ونقاد قصيدة النثر عجيبون غريبون، يعني يريدون يعني أن يطردونا من الساحة ويحتلوها وأن يحتلوها، وهذا من أعجب الأشياء. يعني أليس من العجيب أن تصرح الآن أهلا بقصيدة النثر وأهلا بقصيدة القيلة فيما يريد كما تشير قاد قصيدة النثر لا يريدون شعراء القصيدة العمودية؟ هذا من أعجب الأشياء. نحن كي نتذوق الطعام، سأعود بك إلى الطبق قليلا لنفهم المعادلة. نحن لكي نتذوق الطعام نحتاج إلى اللسان. آلة التذوق هي اللسان. هذا اللسان فيه مستلمات في رأسه في طرفه للطعم الحلو والطعم الحامض والطعم المالح، وهناك مستلمة للطعم المر في نهاية الثلث الأخير من اللسان. ثم ينتقل تذوب الأطعمة وينتقل
يعاز إلى الدماء عن طريق عصب خاص فيتحسس الطعن. أي خلل في مستلمة من هذه المستلمات، في العصب، في الغشاء المخاطي، في الدماغ، يتبخر عن فم المر المريض كما يقول المتنبي: ومن يأكل فم المر المريض ومن يأكل فم المر المريض يجد مرا بالماء. تنكر العين ضوء الشمس زرقا والفم طعم الماء العصيري. فنعود إلى النقد. تلقي الشعر، تذوق الشعر، كما أن تذوق الطعام يحتاج إلى الآلة، تذوق الشعر يحتاج أيضا إلى الآلة. والإحساس بالوزن هو المستلمة الرئيسية في هذه الآلة. فإذا هي غير موجودة كيف سأدرك أنا هذه القصيدة؟ النذر يحتاج لكي يفهمه إلى الحروف الأبجدية، إلى الأبجدية، ولكن الشعر يحتاج أبجديتين، الأبجدية والعروض. فأنا إذا لم أميز النشاز فهذا يعني أنني لم أتلقى القصيدة تلقيا صحيحا، فكيف أكون ناقدا وأكتب عنها؟ أنا لم أصل بعد إلى المرحلة التي أقرأها قراءة صحيحة. يعني بعض النقاد تشوف منهم هي منهم ويقرؤون منهم، لا يبدون الأرقام لا يشبعون بعض لأن أذنهم لا تتحسس الوزن، فهذا إطلاقا لا يصلح أن يكون ناقدا. كما أن من هو مصاب بعمل ألوان لا يصلح أن يحكم على لوحة، فالمصاب بعمل أوزان لا يصلح أن يحكم على قصيدة.